اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب البركة ونعوذ بك مرضانا وعاف مبتلانا واصلح لنا ديننا ودنيانا وافتح علينا فتح العارفين إنك على كل شيء قدير وبإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد انتهينا من درس التفخيم والترقيق نرجع إلى مخارج الحروف وصفاتها. مخارج الحروف طبعا مقصود العربية مش اللاتينية ولا غير. مخارج الحروف مخارج جمع مخرج الحروف جمع حرف. مش نعرفوا المخرج ونعرفوا الحرف. المخرج هو الحيز المولد حيز المولد لصوت الحرف. الحرف هو صوت اعتمد على مخرج وتميز بصفات. عدد مخارج هو 17 مخرجا على القول المشهور. اختلفوا العلماء في عد المخارج، منهم من يقول 14 ومنهم من يقول 16 ومنهم من يقول 17، وهو القول الراجح اللي رجحه ابن الجزري رحمه الله. عدد الحروف هو كما قلنا ثم قولان، قول الراجح 29 والقول الثاني 28. هذا بالنسبة يقولوا عنها المخارج جمع مخرج. المخرج هو الحيز، ويقولوا المخرج مكان الخروج. معنى الإنسان تلقى مثلا في بعض المؤسسات مخرج يكتب لك الأنبوبة اللي تشعل عند يقص الضوء ويكتب فيها مخرج، معناتها هذاك مكان للخروج. معناه هذاك مش نتحدثوا احنا على الأمكنة نتاع الخروج، لا احنا نتحدثوا على الحروف. من أين تخرج الحروف؟ الحروف سبحان الله عندها مخارج وعندها أصوات وعندها شكل وعندها معنى صفات، معنى عالم بأكمله. إذن هنا قال الحيز المولد لصوت الحرف. الحيز هو المكان الصغير، ما يطلبش معناها الحرف يتطلب مكان كبير، لا هو مكان صغير اللي يخرج منه الحرف. الحرف نحب معناها نفسر الحرف هو صوت، معناها قبل أن يكون حرفا هو صوت. ولهذا سبحان الله الأنعام عندها أصوات ولكن ما تنطقش بالحروف. علاش؟ قال رب سبحانه وتعالى أعطاهاش عقل باش تميز به. هذه الخاصية يميز بها الإنسان عن سائر الحيوانات. هو عنده مخرج وعنده صوت ويكيف معنى حسب معناها إرادته بمعنى توجيه من الله سبحانه وتعالى. إذن الصوت اعتمد على مخرج وتميز بصفات. نتحدث
على المخارج. الصفات تجي من بعد إن شاء الله. لأن هذه المبادئ الضرورية اللي لازم نعرفوها. شنو تلاحظوا نقولوا 17 مخرجا، 17 مخرجا و29 حرف. شنو تلاحظوا؟ على عدد الحروف أكثر من عدد المخارج، مما يوحي بأن بعض الحروف تشترك في المخرج. يعني بعض الحروف تتفق في نفس المخرج، وإلا ما يمكنش نقولوا أنا 17 حرف يلزم 29 مخرج هيك. لأن بعض الحروف تشترك في المخرج. إذا كانت بعض الحروف تشترك في المخرج فما الذي يميزها عن بعضها؟ الصفات. الصفات هي اللي تميز الحروف المشتركة في المخرج. واضح؟ عملية النطق بالحرف تتطلب الهواء اللي يخرج من الرئتين يسموه زفير. الداخل يسموه شهيق والخارج يسموه زفير. الهواء عندما يخرج من الرئتين سبحان الله يمر بالحبال الصوتية. معناها في الحنجرة ثم حبال صوتية تكيف الهواء هذاك إلى صوت. الصوت هذا عندما يصطدم بمخرج ما يصير حرفا. يعني الصداء هذا عندما يمر بالمخرج يصير حرفا. منها أودع ربي سبحانه وتعالى السنة هذه، السنة الكونية في الإنسان، كونه يتكلم بغير كلفة. فماش واحد يكيف الهواء إلى صوت، معناها هي تلقائيا، معناها ثواني معدودة. معناها هواء يصبح صوت، الصوت معناها يصبح معناها حرف من غير كلفة ولا عناء. اي طبعا الناس كيف كل الإنسانية يتكلم بهذا. علاش تلقى الكلام بتاعه الإنسان المسترسل؟ خاطر ربي سبحانه وتعالى أودع فيها الخاصية بتاع الكلام كونه معناها تلقائيا الصوت يصطدم بالمخرج يصبح معناها حرفا. احنا علاش بنحبوا نعرفوا المخارج هذه؟ قال المخارج هذه يعني هي ضرورية ونحتاجوها في بعض الأبواب، وإلا هي أقل أهمية من معرفة الصفات. بالنسبة للمخارج هي أقل أهمية من معرفة الصفات. علاش؟ سبحان الله، أنت الولد الصغير مش يتكلم، أول ما يقول ماما ولا بابا ولا مش يتكلم. فماش واحد يجي الولد الصغير ويقول ويا أطبق الشفتين عند النطق بالميم، ولا يخرج الهمزة من الحلق، وإلا خرج السين ما نعرفش من طرف اللسان ولا الجيم من وسط اللسان. ربي سبحانه وتعالى أودع فيه الخاصية دي، كونه يتكلم يسمع الحرف يعاود من غير معناها كلفة ومن غير معناها عناء. بخلاف العجم يحتاجوا معناها معرفة المخارج، ضروري باش يتعلموا معناها اللغة الصحيحة يلزمهم. ولهذا البعض منا اللي هو عنده معناها لغة دارجة مثلا ولا لغات معناها متأثر باللغة الأجنبية وما عادش يفرق بين الحروف، نقولوا ضروري ذاك نقولوا باش يتعلم عنها مخارج الحروف. أما بالنسبة للعربي اللي هو مازال محافظ على معناها لغته معناها ما يحتاجش معناها معرفة المخارج إلا البعض منها، يعني يولي ضروري كيما يقولوا الضاد. ايوه هذاك الصفات. يعود باش يقول طا يقول تاء. شو الخطأ اللي يقع فيه؟ هو في الصفات مش في المخرج، لأن هم في نفس المخرج. التاء والطاء في نفس المخرج. إذا هذه بالنسبة للمخارج. توا المخارج هذه 17 قالوا هي موزعة أو مفرقة على 5 مواضع. يسموه الجهاز التكلمي. الجهاز التكلمي
معناها عدد المخارج ال17 موزعة على الجهاز التكلمي اللي هو معناها نبدأ الجوف، هذا موضع الأول، يليه الحلق، يليه اللسان، ثم تليه الشفتان، ثم يليه الخيشوم. هنا 17 مخرجا موزعة على مواضع هذه. ده ناخذ السلام. الموضع الأول اللي هو الجوف. الموضع الأول اللي هو الجوف. الجوف هو مخرج وموضع ومخرج واحد لحروف المد واللين. حروف المد واللين. شنو هي حروف المد؟ حروف المد هي 3. حروف المد 3: الألف والواو والياء المدية. هي حروف المد. شنو هي حروف اللين؟ الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما إذا كان جاء بعدهم ساكن. هكا ولا لا؟ قريناهم من مد اللين. هما حرفا اللين. من حروف المد 3 وحرفا اللين تخرج من الجوف. شنو هو الجوف هذا؟ الجوف شنو يقصد به الجوف الإنسان معناها المعدة بتاعه؟ لا، الجوف قال هو حاجة مجوفة. ايش معناتها مجوف؟ فارغ. صحيح. إذن الجوف هو الفراغ الموجود في الفم والحلق. ثم فراغ في الجهاز التكلمي هذا في الفم وفي الحلق. هذاك اللي تخرج منه حروف المد 3، مش من الجوف معناها اللي حنقولوا احنا البطن ولا المعدة. لا، هي مجوفة بالحق، معناها تفيد معنى الجوف، ولكن احنا حاجتنا بما به ما له علاقة بالحرف. إذن مخرج لحروف المد واللين. إذن 3 حروف مد وحرفا اللين، بشرط طبعا أن تكونا ساكنتين وما قبلهما مفتوح وما بعدهما ساكن، باش تصبح نقولوا العالمين أو باش نمد العالمين. هذا كما ما واخذينها المد. احنا المد عارض، كل مد واحد العالمين. أين يخرج هذا المد؟ قال من الجوف. ما هو الجوف؟ قال الفراغ الموجود في الفم والحلق. يقول وآمنهم من خوف. خوف قاعد المد في الواو ولا لا؟ المد بتاع الواو هذا من الجوف. ولهذا سميت الحروف هذه نسبة إلى الجوف سمى جوفية. كل الحروف عندها أسماء وعندها مخارج وعندها ألقاب. سمى اللقب بتاع الحرف اسمه مثلا ألف ولا واو ولا ياء مادية، اللقب بتاعه جوفي. الحروف جوفية وإلا قد تسمى هوائية كما قال ابن الجزري رحمه الله، وهي حروف مد للهواء تنتهي. للهواء تنتهي. إذن الجوف مخرج معناها أمره معناها يسر، معناها مخرج وموضع أو موضع به مخرج واحد لحروف المد واللين. واضح؟ هذا المخرج اللي هو قلوا مقدر، ولهذا البعض منهم يسقطه. علاش اختلفوا هم في عد المخارج؟
يكون الجوف مش مخرج، ما فيش مخرج. حروف المد هذه تتبع الحرف اللي معناها أقبلها. ده هذا بالنسبة للجوف. الموضع الثاني اللي هو الحلق. الحلق شنو هو؟ الحلق هو ذاك الجزء معناها اليسير اللي يبين الحنجرة واللسان. ثم اللسان، معنى هذا اللسان، ولهنا تلقى الحلق، وهنا الحنجرة اللي فيها الحبال الصوتية. هذا يسموه الحلق. الحلق فيها 3 مخارج ل6 حروف. شنو هي الحروف اللي تخرج من الحلق؟ واخذينها في احكام النون الساكن. الهمز والهاء، الهمز والهاء والعين والحاء والبلد والغين والخاء. هنا يسموه أقصى الحلق، وهنا وسط الحلق، وهنا أدنى الحلق. أدنى الحلق، وسط الحلق، عليه يسموه أدنى الحلق. أقرب للسان، الجزء اللي أقرب للسان يسموه أدنى الحلق، أي هو قريب من اللسان. وأقصى الحلق عليه يسمينها أقصى. إيش معناتها أقصى؟ أبعد. صحيح، أبعد، معناها أبعد، خاطر أبعد عن اللسان. وما بينهما يسمى وسط، بين الأدنى والأقصى يسمى وسط. إذن نقول الحلق وبه 3 مخارج ل6 حروف. المخرج الأول هو أقصى الحلق، وتخرج منه الهمزة والهاء. ثانيا وسط الحلق، وتخرج منه العين والحاء. وثالثا المخرج الثالث أدنى الحلق، وتخرج منه الغين والخاء. اللقب متاع الحروف هذه يسمى حلقية. تسمى حلقية. إذا قلنا الحروف موزعة على 17 مخرجا، و17 مخرجا موزعة على 5 مواضع، اللي هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. خذينا منها اليوم أنها موضعان، الجوف والحلق. وعرفنا الحروف اللي تخرج من الجوف، حروف المد واللين، ومن الحلق من الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. يبقى إن شاء الله اللسان والشفتان والخيشوم إن شاء الله في موعد آخر إن شاء الله.